تغيرت كثيرا ملامح قصراش، لكن بصمة الحقبة الإسلامية لا تزال حاضرة في هذه المدينة التي كانت يوما ما حصنا للدولة الموحدية في غرب الأندلس. إلى تلك الفترة يعود مستودع المياه التابع لمتحف المدينة، حيث أثبتت دراسات حديثة أنه كان المسجد الكبير للمدينة في العصر الإسلامي. حول الموحدون هذا المسجد إلى مستودع للمياه لأنهم اعتبروا أن اتجاه المسجد نحو القبلة لم يكن صحيحا، وقرب ممالك البرتغال أجبرهم أيضا على تحويل وسط المدينة إلى جهة أخرى، وجعل هذا المكان منطقة عسكرية. صنفت قصراش ضمن التراث الإنساني العالمي، فالمدينة التي استفادت من عائدات الاستعمار الإسباني في أمريكا اللاتينية امتلأت بمنازل وقصور صغيرة، نهضة يبدو أنها لم تحجب بالكامل تفاصيل العمارة الإسلامية. في هذا البيت يحاول خوسيه دي لا تور نقل الزوار إلى تفاصيل الحياة اليومية في بيت يقول إنه كان يوما ملكا لأسرة مسلمة ميسورة. لا يوجد بيت كهذا في قصراش لأنه يحتفظ بكل تفاصيل الهندسة الإسلامية. القصور التي شيدتها الأسر الميسورة غطت المدينة الإسلامية، وأصبح من الصعب العثور على بقايا تلك الحقبة. طمر المسجد واختفت بيوت الحقبة الإسلامية، لكن قصراش لا تزال محاطة بالسور الموحدي الذي يعتبر أحد رموز المدينة، إلى جانب 10 أبراج قائمة تشهد على وجود ما كان رقعة أرض مدينة مصورة، أبراج تضاف إلى أخرى أعيد بناؤها لكنها بقيت محجوبة عن أعين الزائرين. منذ تأسيسها عاشت هذه المدينة في حالة حرب دائمة، لذلك ربما اكتسبت تحصينا منيعا قل نظيره في المدن الأندلسية. تصميم يعتبر نموذجا للمعمار العسكري الموحدي الذي أخر سقوط هذه الحاضرة إلى القرن ال13. أيمن زبير، الجزيرة، من مدينة قصراش غربي إسبانيا.